السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ نشوى الخطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. متنسوش الدعوة الحلوة منكم لأبويا وأمي بالرحمة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم هم وأمواتنا جميعا يا رب العالمين. شايفين بقى العظمة؟ عظمة مطبخ نشوى بيعمل عظمة. حتة طاجن بطاطس باللحمة والله ما اتعمل قبل كده، ما اتعمل بيبكبك. شايفين بيبكبك ازاي؟ لسه طالع من الفرن. حاجة كده يا جماعة مش عايزة اقول لكم، تحفة. تقولوا ورقة لحمة، تقولوا طاجن باللحمة، بطاطس باللحمة. بصوا العيش اللي على الوش ده اقسم بالله، وما بقول لكم بقوا عيالي ياخدوا اللي حوالين الطاجن كمان من جماله ومن التحفة وطعمه الحلو. حاجة بصوا الجمال، بصوا بتبكبك كده، لحمة دايبة، بطاطس دايبة. تحفة يا سيدي يا سيدي. وهي عمالة تبكبك كده، وعملت معاه بقى رز بالكبد والقوانص في الطواجن. حاجة كده فاخر من الآخر، فاخر من الآخر. العيش ده بقى عامل زي بصوا عيش السوريين اللي بيحمصوه كده ويحطوه مع المشاوي، ده كان كده. واتفرج يا سلام على الرز اللي بالكبد يا سيدي. حبيت بقى اعمل بقى ايه وادلع كده العيال وجوزي، وقلت لهم اعمل لكم بقى ايه اختراعات. كبد بالرز ورز بالكبد في الطواجن، واعمل لكم طاجن بطاطس باللحمه. واتمسحوا يا جماعه، والله يا جماعه مش عايزه اقول لكم. يلا بينا نشوف الطريقه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب العالمين. حته الزبده بتاعتنا اللي دايما بنحطها وشويه الزيت الذره، وننزل كده ندي اللحمه صدمه، نديها صدمه من الجناب كده. وايه يعني هي مش مستاهله، لان انا بصراحه ماسكاها دقاها كده بشاكوش الخشب، مدقاها كده ايه يعني مخليها ناعمه شويه عشان ما تاخدش سوا، زي اكنك بتعملي بفتيك وكده. تمام. طريقه سهله سهله جدا ومميزه جدا جدا، ولو عملتيها والله ما هتندمي وهتكرريها على طول. معايا شويه بابريك، شويه شطه، شويه فلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وشويه ملح، دي التوابل بتاعتنا. معايا هنا فلفل الوان احمر اصفر اخضر وقرنين حاميين كده، وتوم متقطعاه سليم يعني فص كده، عاملاه على اربع حتت او اربع تنس. هحطه زي ما هو كده، مش هفرمه ولا هقطعه. هديها صدمه كده من فوق من تحت كده، واخليها تبقى مصدومه كده زي ما احنا بنتصدم. تمام. مش عايزه اقول لكم جمال وطعم الرز اللي بالكبد. والله الرز اللي بالكبد اتنسف يا جماعه، تحفه 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 تحفه، مختلف جدا عن ما بعمله في الحله. تمام. هلف بقى كده واحده واحده عليهم، الفها من تحت من فوق، المهم ان هي تاخد صدمه في الزبده. وبعد كده انزل بقى بالبصل، فلفل الوان، طماطم، اللي قرنين الشطه الحار ده اختياري مش اجباري، وفصوص الثوم اللي مقطعاها شرايح كده حلوه كده، تدي تدي نكهات بقى وطعم وريحه وبتبقى تحفه. ننزل بقى بالثوم البودر، بصل بودر، بابريك، شطة، ملح، فلفل اسود. ولو انت عايزة بقى تحطي بهار اللحمة براحتك، ده البهار اختياري بالنسبة لك، انا حسب ما انا بحب احط، لكن انت بقى عايزة تزودي اي بهارات من عندك حطي. انزل بقى بالبطاطس على طول، لان اللحمة انا دقاها من عماها مش هتاخد سوا، فانا عايزة كله يستوي في بعضه كده. يا سيدي بصوا الجمال، بصوا اللون، بصوا الشكل، بصوا الحلويات. لما اقول لكم مطبخ نشوى بيعمل عظمه تبقوا تقولوا ايه؟ بيعمل عظمه. طبعا العظمه لوجه الله سبحانه وتعالى، والعظمه لله سبحانه وتعالى، بس احنا بنحب لما بنلاقي حاجه بنقول ايه؟ عظمه على عظمه. تمام. زودته بقى شويه ميه سخنه عشان يغلي بسرعه ويستوي معانا. تيجي بقى نعمل شويه بقى الرغيفين اللي هنغطي بيهم البرام او الطاجن بتاع الرز والبطاطس. هجيب بصوا نفس الطاجن اللي هحط فيه الرز، بس هغسله طبعا بعد ما اعجن فيه. حطيت شويه دقيق، شويه ملح، شويه خميره، شويه بيكنج باودر،
اقلب كده المواد الجافه كلها مع بعض، احط بيضه كده، كله على السريع كده. بصوا اللي بيجي على السريع ما بيجيش احسن منه. اظبط البيضه وادوبها وانزل بميه دافيه عشان يخمر معايا بسرعه، لان الاكل على النار وانا مستعجله. انا كده حطينا ايه؟ حطينا شويه دقيق وشويه ملح، شويه خميره فوريه، وشويه بيكنج باودر، وبيضايه على قد العجينه اللي انت هتعمليها، وميه دافيه او فتره اعجن بيها. العيش انا مش عايزه اقول لكم طلع اطعم من اللي في الطاجن، والله طلع اطعم منه، تحفه. بقوا عيالي ياخدوا العيش من الجوانب كده. هلفه كده واعجنه. يعني ما يجيش كوبايتين بصراحه، يعني ممكن يكونوا اقل من كوبايه ونص كمان. اخد بقى شويه زيت زيتون. ليه بقى زيت زيتون؟ زيت زيتون كويس جدا، بيخلي العجينه حلوه، اكنك عامله قرص، اكنك عامله عيش كده. ليه طعم تاني خالص، بيبقى طعم ولون وريحه خيال. صراحة بحب لما اجي اعجن العيش ده، لما احطه على الطواجن بحط شوية زيت زيتون. لو مفيش عندي ذرة زيت زيتون بحط ذرة، او البيتزا بحط زيت زيتون برضو. البديل لزيت الزيتون عندي زيت الذرة. هسيبهم بقى كده على جنب يخمروا، واروح بقى ايه اعمل الكبد بتاعتي. بصوا، هي مش هحط عليها غير قرن فلفل حار وبصل، حاجة. بصوا دي بقى على الهادي بقى، على الهادي يا زبادي تستوي. حته زبده وشويه زيت، هنزل بالبصله وقرن الفلفل الحار، اديهم كده صدمه تشويحه. هنزل بقى بفلفل اسود، بابريك، شطه، شويه بالظبط بصل بودر، ما حطيتش توم. وانزل بالكبد بتاعتي. دي كبد فراخ، كبد فراخ بجيبها من عند الفرارجي. لما اكون حابه اعمل رز بالكبد، او هحشي حاجه بالكبد ومفيش كبد عندي، او هعملها بالفلفل الاسود والزبده وبالثوم كده بتبقى جميله، بقول للفرارجي ابعت لي نص كيلو مع الحاجه، نص كبد بس صافي. تشويحه جميله كده وحلوه، واتشوحت واتصدمت، وغسله لها بقى شويه رز مصري، ونزلت عليهم بقى. واتفرج بقى، اتفرجي يا ست الكل ويا ست البنات، اللي حابب يتعلم وحابب يشوف الجمال والحركات ويعمل حاجات جميلة وحاجات جديدة، حاجات يقدمها لولاده، حاجات يقدمها في عزوماته، يشوف مطبخ نشوى الخطيب. طبعا حاجات على قد الايد وحاجات بسيطة، بس انا بالنسبة لي حاجة كده يعني فاخر من الاخر. طبعا كانت الكاميرا اتهزت مني هنا، فجابت لي نص التصوير ونص كده ايه، يعني لغوشت. فانا قلت مش مشكله، انتوا هتعذروني اكيد، يعني لان انا بصور لوحدي، بمسك لوحدي الكاميرا، بحطها على اي حاجه كده، على ستاند، على اي حاجه، المهم بتصرف. هنا خمر معايا بقى، هبتدي ابططه. بصوا العجينه سهله ازاي، سهله وطريه، وبعملها بالمشايه او الجرايه او العجله حسب ما بتقولوا بقى. افرد بيها كده وهقيسها على الطاجن اللي انا هعمل فيه. زعلانة جدا من الحتة اللي ضاعت دي، كنت نفسي تشوفوا ال... يعني المكان كده كله وانا بعمل كده، والرغيف بيوسع كده، بس اعمل ايه بقى، معلش انا اسفة والله، يعني التصوير بصراحة ايه الحتة دي بس. قستها طبعا لقيتها على قدها، هحطها بقى في طبق واركنها، واقسم الحتة اللي باقية على الاتنين بقى الصغيرين اللي هعمل فيهم الرز. كنت مفكرة ان الرز هعمله في طاجن لوحده، عملت بططت ده كلها، عملتها كلها واحدة. بس لما لقيته بسم الله ما شاء الله الرز رمى معايا وهيعمل 2 طواجن، فقمت جايه اسمها بعد ما بططتها وعملتها برضو فردتها. بصوا سهله ازاي، طريه ما شاء الله. متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك يا جماعه وشير، اهم حاجه اللايك. والله يا جماعه كل مره اقول لكم كده، بشوف الكومنتات كتيره جدا وبلاقي نصهم
لايكات بس، بتنسوا اللايك ولا ايه؟ اول ما تخشوا على اللايك اللي رافع ايده فوق كده، تغيروا لونه، تدوسوا عليه، تعملوا كومنت حلو، ولو عملتوا شير يا ريت كمان، يا سلام. هنا بقى البطاطس بقى احطها كلها في الطاجن الكبير ده، بطاطس باللحمه، بصوا لونها عامل ازاي، يا سلام يا سلام، تحفه. هنزل بقى بالايه، بالرغيف اللي انا عملته ده كده، وغطيته جه على قده مية مية، وعملته من الجوانب. عامله معايا هنا بقى معلقه صلصه، على فلفل اسود، على شويه ملح، على شويه زيت زيتون، وايه، واظبط فيهم بقى من فوق ايه العجينه. عندك بقى حبه بركه، حبه بركه، سمسم، حطي، بيدي شكل وطعم للعيش حكايه. العيش ده مش بعمله منظر ولا زينه، لا بعمله عشان يتاكل، بيبقى تحفه، وهو فعلا كان حكايه. شويه بقى حبه البركه، شويه سمسم، زي ما يجي معاكي، الرز مفرفر وحاجه، بصوا تحفه، اديته نص سوا زي رز الحمام بالظبط. هنزل بقى فيه بقى بالطواجن كده، لان محتاج لسه تسويه. هديه بقى كده في الطاجن، وارششه برضو بشويه ميه او شويه شوربه لو عندك. وزي ما شفتوا في الجمال والعظمه في اول فيديو كان عامل ازاي، والله والله يا جماعه انا ما بحلف على حاجه الا ما بكون انا واثقه فيها، وطالعه تحفه، طالعه جميله، وولادي حبوها. تمام. قسمت بقى الرغيف الاخير ده على 2، وعملته كفه الحمد لله. بصوا سقسق ميه صغير مش كتير، او لو في شويه شوربه هتحطي، بصوا يدوبك رشه كده عشان يستوي ويفرفر ويبقى حلو زي ما شفتوا كده في اول الفيديو. تمام كده. هحط برضه عليه الصلصه اللي عاملاها بزيت الزيتون وبشويه فلفل اسود وشويه ملح، تدي لون وبتخليه احمر وبتخليه طعمه جميل. طبعا هيخشوا الفرن مع بعض وهيطلعوا زي ما انتم شفتوهم كده زي الفل. ويا رب كل حاجة بعملها بتعجبكم، بفرح جدا بكومنتاتكم، ويا ريت اللي بيتابعني وبيكتب لي يقول لي هو منين. واشكركم جدا من كل قلبي، من خارج مصر وجوه مصر ومن اي دولة بيتابعني، واشوفكم على خير، والسلام عليكم.